أيديكم وبثوها على الخشبة الجديدة. أنيروا بإبداعاتكم وأفكاركم عدم دروبنا وانتصروا للإنسان فينا. سلام على المسرح يوم يشعل أنواره ويفتح ستاره ويطلق أنوار البهاء في أرواح المسرحيين. قد تمكن من احتلال مكانة مرموقة على خريطة المهرجانات العربية والإقليمية، وأصبح هدفاً للمسرحيين من داخل الوطن الكبير وخارجه. صغيرة تلهو على خشبة المسرح المدرسي كباقي البنات. كل ما أتمنى كفنانة عربية مثل الفنانين زملائي في العالم العربي كله إنه الذائقة العربية في الفن ترتقي، ونكون إحنا كل واحد فينا كفنان يحس إنه مسؤول عن ذائقة الجيل اللي عم بيطلع جديد، عشان لما يقلدونا يقلدوا إشي مشرف وإشي يعني ذو قيمة. وكانت لفتة كريمة جدا من المهرجان تكريم الفنان ربيع شهاب. الفول هات الزيت هات. شو بتحكي يا شريكي شو بتحكي؟ أنا إذا بعتها اللي قريب جسمي روحي بتظلها مزروعة فيها، مش بس روحي، لا عقلي وقلبي وكلي على بعضي. مهرجان المسرح العربي فرصة لالتقاء المسرحيين العرب وتواصلهم ومشاهدة عروض مسرحية جديدة من ناحية المحتوى ومن ناحية الشكل، وهو يعكس إطلالة جديدة للمسرح العربي وانطلاقة جديدة له. والهيئة العربية للمسرح يعني تشكر على هذه المبادرة الطيبة في جمع المسرحيين العرب جميعا وتقديمهم بالشكل اللائق. وأعتقد أن احتضان عمان لهم في هذه المرحلة يعتبر إضافة إلى عمان وإضافة إلى المسرح، ونأمل أن تفرز أعمال مسرحية لائقة وجيدة. وشكرا.